دي دباسة صغيرة ودي دباسة كبيرة كلنا عارفينهم، لكن دي أنا متأكد إنك أول مرة تشوفها، ودلوقتي هنعرف الفرق ما بينهم. بس قبل أي حاجة عندي سؤال ليك: تدفع 70% زيادة وتوفر 70% من مجهودك طول فترة الاستخدام، ولا تدفع أقل وتكمل بمجهودك؟ من النظرة الأولى في الشكل هما دباستين بيأدوا نفس الغرض، لكن بينهم اختلاف كبير في طريقة العمل. الدباسة التقليدية بتحتاج مجهودك بالكامل علشان تضغط دبوس يخترق 100 ورقة بإحكام. هتقولي وإيه يعني؟ سهلة اكيد، بس لو العمليه دي بتتكرر مره مرتين في اليوم فعلا هتبقى سهله. لكن بالنسبه لناس بتشتغل في مكتبات ومطابع وشركات وبيتعاملوا مع كميات كبيره من الورق، الموضوع بيكون مرهق شويه. وهنا بيجي دور الاخت الاكبر من شركه دي ال الصينيه، الدباسه دي ال 0232. الشركه بتقول انها بتوفر 70% من المجهود بسبب ميكانيزم عملها اللي بيجي مختلف تماما عن الدباسه التقليديه، وده بيخلي توزيع الجهد مختلف. بتحتاج مجهود اقل بكتير علشان تدبس 100 ورقه، والسبب ببساطه بيرجع جزء منه للزنبلك اللي موجود هنا، والجزء الاكبر بيكون لنظام موجود فيها بيشبه العتله. ومش 100 بس، الدباسه دي بتدبس لحد 150 ورقه، يعني تقريبا كتاب 300 صفحه مكتوب عليها هنا مقاسات وابعاد الدبابيس المناسبه من ورقتين لحد 150 صفحه. سعر الدباسه العاديه 250 جنيه، الدباسه الكبيره 750. هل شايفين الفرق يستاهل؟ كل اداه بتستخدمها يا اما بتاخد منك او بتساعدك، وده اللي دايما بنحاول نوصل له هنا، اننا نساعدك تختار اللي يناسبك حتى في التفاصيل الصغيره. مكتبة اسلام، مكان له بصمه. سلام.